السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. هتكلم على المباراة الافتتاحية في كأس العرب. طبعا بطولة مهمة جدا، واهم حاجة فيها ان هي بتوحد بين العرب، وهيكون في مباريات بين كل الدول العربية المشاركة في البطولة، فدي حاجة كويسة جدا جدا. وزي ما اتفرجنا على مباراة سوريا وتونس، هنتفرج على المباراة الافتتاحية لقطر والمنتخب الشقيق واخواتنا فلسطين. منتخب فلسطين اتوقع الفوز هيكون، يعني اتمنى الفوز يكون لمنتخب فلسطين، واتمنى ان هم يفوزوا في مباراة اليوم بنسبة كبيرة ان شاء الله. اتمنى ده يحصل، رغم ان طبعا كل التوقعات بتقول ان الفوز هيكون للمنتخب القطري، لان معظم اللعيبه اللي عنده كلها مجنسين، وكمان بسبب ان هي الدوله المستضيفه لبطوله كاس العرب، فكل دي هتخلي اللعيبه تلعب بشكل حماسي جدا. فالافضليه بنسبه كبيره هتكون للمنتخب القطري، فممكن يفوزوا في المباراه دي 1-0 او 2، يعني هيفوزوا بفارق هدف او هدفين. بس نتمنى الفوز لمنتخب فلسطين الشقيق. انت كمان تقدر تكتب لي تحت في الكومنتات بتوقع الفوز لصالح المنتخب القطري ولا لصالح منتخب فلسطين. صاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.